كم مرة بعد ما مارست العادة السرية حسيت بالذنب بشكل شديد جدا، أو حسيت بالحزن القاتل وقلت لنفسك أنا غلط ومش هعمل كده تاني، وإحساس بالذنب شديد، لكن كررتها تاني. اللي بيحصل ده مش بسيط، وبرضه مش مجرد ذنب عادي، ده ممكن يكون بداية لمعاناة نفسية كبيرة. وخليني أشرح لك إزاي. دراسات كتيرة قالت إن العادة السرية سلوك شائع جدا، يعني حوالي 95% من الذكور و80% من الإناث دول مارسوها في فترة من حياتهم، خصوصا خلال مرحلة المراهقة أو بداية الشباب. ده معناه إيه؟ معناه إنك مش لوحدك، وإن الفعل نفسه من وجهة نظر الطب النفسي مش مرض، ومش أبدا إشارة على ضعف أو انحراف جنسي. لكن عندنا المشكلة بتبدأ لما الفعل ده بيتحول لمصدر دائم لإحساس الذنب والحزن. كتير من الناس اللي بيشرفونا في العيادة مش بتبقى المشكلة بتاعتهم في السلوك نفسه، ولكن المشكلة اللي جايين يشتكوا بيها هي الشعور السيء اللي بيحسوا بيه بعد ممارسة العادة السرية. وده ممكن يحصل لأسباب زي تربية فيها كبت جنسي شديد، وتعامل مع الجسد أكنه عيب أو حرام بشكل مطلق، غياب الثقافة الجنسية بشكل علمي، فبيبدأ الإنسان يملى الفراغ ده بالتشويه والأفكار الخاطئة، أو لو حصل تضارب ما بين الرغبة الجسدية عند الإنسان والضمير الديني. وطبعا كل ده بدون أي وعي ولا أي فهم ولا أي توازن. كل ده بيؤدي إن الشخص يدخل في صراع داخلي نفسي عنيف، يحس إن هو بيخون ربه وبيفضل يجلد نفسه كل مرة. وده ممكن يبقى البذرة اللي بينشأ منها أي اضطراب نفسي، زي الاكتئاب، زي الوسواس القهري، زي القلق والتوتر والاضطرابات الجنسية، وتدميره للصورة المعنوية لذاته. هنا أنا مش بشجعك على السلوك ده ولا بحلله، أنا بساعدك إنك تفهم اللي بيحصل جواك، وإزاي تتعامل مع الرغبة دي من غير ما تأذي نفسك، وإزاي تبني علاقة متوازنة بين جسدك وإيمانك وصحتك النفسية. لو أنت حسيت إن العادة بقت وسواس أو إحساس مزمن بالذنب، ما تنساش إن الطب النفسي يقدر يساعدك هنا بشكل كبير قوي، عن طريق جلسات العلاج المعرفي السلوكي وأنواع أخرى من الجلسات بتساعدك تشوف نفسك بشكل مختلف تماما، بدون جلد ذات وبدون خجل. لو حسيت إن المشكلة دي لمساك بشكل حقيقي أو بتمس حد من الناس اللي أنت بتحبها، تقدر تشرفنا أو هو يشرفنا في يوتوبيا. وفي يوتوبيا هتلاقي دايما إيد بتتمدلك علشان تساعدك.